أسعد الله أوقاتكم متابعيني أينما كنتم. وصفتنا اليوم راح تكون الشرك العراقي على طريقتي، طريقة جدا سهلة إن شاء الله تعجبكم الوصفة. تعالوا نشوف طريقة العمل. نحتاج 2.5 كوب مي دافي يكون بدرجة حرارة الغرفة، ممكن تضيفون أكثر وأقل على حسب نوع الطحين عندكم. ربع كوب حليب باودر، ملعقتين ونصف طعام خميرة فورية، بالإضافة إلى ملعقتين طعام سكر. نخلط المواد بشكل جيد، نتركها مدة 5 دقائق لحد أن تفور وتتفاعل الخميرة. بعد ما تتفاعل الخميرة نضيف باقي المواد، نصف ملعقة كوب هيل مطحون، ملعقة صغيرة ملح، كوب إلا ربع سكر، كوب إلا ربع زيت نباتي، ملعقة صغيرة خل أبيض، ممكن تستغنون عنه إذا حبيتوا. نخلط المواد بشكل جيد، بعدها نضيف 5 أكواب طحين. الكوب يكون مسح بهذا الشكل. نخلط المواد بشكل جيد، بعدها أغير المشبك إلى المضرب الخاص بالعجن ونعجنها مدة لا تقل عن 5 دقائق. لحد أن تصير بهذا الشكل، عجينة جدا ملسة وناعمة. ندهن الكاسة بزيت نباتي وأخلي العجين بيها، وأضيف ملعقة طعام زيت على الوجه وأغطيها، وبعدها أحفظها بمكان دافي تقريبا 40 دقيقة إلى ساعة على حسب درجة حرارة المطبخ عندكم. لدهن الوجه صفار بيضتين، ملعقتين طعام حليب سائل، ملعقة كوب سكر مع رشة هيل مطحون. ممكن تضيفون فانيلا بدل الهيل على حسب رغبتكم. تعقيم المكان قبل الشغل، ضفت ملعقتين خل أبيض إلى ربع كوب مي ومسحته. طبعا عجينة مثل القطن جدا هشة وسهل الشغل بيها. نقسم العجينة إلى 4 أقسام. أشتغل بوحدة، أحتفظ بالباقي بالكاسة وأغطيها. أول قسم نقطعه بهذا الشكل، وبعدها نبدي نبرمه براحة اليد، لا تضغطون عليها بالقوة حتى تنفش أثناء الخبز. نلزقها من الأطراف ونبدي نضفرها بهذا الشكل. حاولوا أنه تتركون فراغات حتى من تنفش أثناء الخبز ما يتشقق الوجه عندكم. طبعا التقطيع على حسب رغبتكم، إذا حبيتوا القطع تكون كبيرة أو صغيرة. أنا أحب أقطعها بهذا الشكل. نغلقها من الأطراف بشكل جيد. هذا شكل ثاني، ممكن أنتم تبتكرون أشكال مختلفة على حسب ذوقكم. ملاحظة جدا مهمة، على قد ما الشغل بالمعجنات سهل وممتع، لكن يجب أن نتعامل وياها على راحة اليد حتى نحافظ على الهواء بداخل العجين، ولما ينخبز يطلع ويانا هش مثل القطن. بهذا الوقت نشغل الفرن من تحت على درجة حرارة 350 فهرنهايت أو 180 مئوية. كثير أكو أشكال ممكن تختارون منها. أني هنا بهذا الفيديو سويت تقريبا 8 أشكال. عندي هذا الشكل، راح أبرمه بهذه الطريقة. لا تخافون ما راح تنقطع وياكم لأنه العجينة مضبوطة 100%. هذا شكل آخر راح أسويه على شكل الوردة.
يا ريت إنكم تتبعون كل النصائح حتى تطلع العجينة مضبوطة 100% وياكم. ندهن الوجه بخليط صفار البيض وبعدها أرش السمسم فوقها. عندي سمسم غير محمص، ممكن تضيفون السمسم المحمص إذا حبيتوا. فرغت السمسم بهذه العلبة حتى من أرشه على الوجه يكون بشكل مرتب وحلو. بالنسبة للفرن عندي ما تاخذ أكثر من 14 دقيقة، بس تاخذ لون من الأسفل. نشغل الفرن من الأعلى وبس الوجه ياخذ لون نطلعها ونغطيها مدة 5 دقائق حتى نحافظ على رطوبتها. هذا شكل آخر يشبه الكرواسون، إذا حبيتوا القطع تكون أكبر أو أصغر على رغبتكم. وهذا الشكل النهائي للشرك، ما تتصورون شلون هشة وخفيفة مثل القطن. يا ريت إنكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات، لأنه رأيكم جدا مهم بالنسبة إلي. هذا شكلها من الداخل. لا تنسون اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس حتى يوصل لكم كل فيديو جديد أنزله. كانت معكم أم يوسف من قناة تيستي يامي.